القصه كتبدا مع ستان. تخيل معايا الرجل من البيرو كيمشي للكوميساريه، مشاو بين المحكمه والقاضي قال لي انت متهم بالتزوير والحكم النهائي من هنا سيمانه. ستان قال فراسو ماشي مشكل، عندي الفلوس والمحامي ديالي غادي يسلكها بشي رشوه صغيره. ولكن المفاجاه الكبيره كانت ان المحامي ديالو رجل نزيه، قال ليه انا ما كنرشي حتى واحد وكنحترم القضاء. ستان قلب عليه وبدل المحامي ديالو وجاب واحد فاسد معروف رشاوي وقال ليه دير لي شي حل، راني ما باغيش ندخل للسجن بايتها طريقه. المحامي الجديد وعدو بلي غيكون خير، ولكن في المحكمه القاضي حكم عليه ب3 سنين بلاصه 5. ستان بغى يطير له الفريخ وقال يعني حتى هذا المرتشي ما قدرش يخرجني. جابوا المحامي وقال ليه الفلوس اللي خلصناها كانت قليله ما كافيين حتى باش يمنعوك من السجن، ولكن قدرنا ناجلوه ل6 شهور. ستان خرج من المحكمه مدمر ومشى نيشان لواحد البار باش يقرقب شي كويسات، وكيقول فراسو 6 شهور اش غادي ندير؟ غادي ندخل للسجن ونولي لعبه بين يديهم. ريح في البار قحدا واحد خونا كله مشى مات، باين عليه خبير في الحباسات. سولو واش كنتي في الحبس من قبل؟ خونا ضحك وقال ليه ايه هي دبرتي لي على شي خدمه. قال ليه ستان اودي بغيتك غير تنصحني وغادي نخلصك ب$100. الراجل عجبو الثمن وبدا كيهضر معاه. شوف الحبس اللي غادي تمشي ليه فيه العصابات مقسمين والحراس ما كيدخلوش، الا دخلتي بوحدك غادي تدبر عليها، خاصك تنضم شي عصابه. وزاد قال ليه شي كلام خايب هو اللي مرضو. قال ليه كاين حتى الاغتصاب في الزنزانه خصوصا اللي باين ضعيف، وانت يا خويا باين عليك ما عندك خرقان المرقه. ستان تصدم قال فراسو واو لا خاصني نتبدل هادشي ما مسلكش، القضيه فيه الاغتصاب. خرج من البار وقرر يتعلم فنون القتال، مشى لواحد لاصال كيديروا فيه فنون قتاليه، ولكن ملي دخل لقى الدراري صغار كيتدربوا. واحد البرهوش عمره 10 سنين عطاه واحد التصرفيقه في التدريب. تقلق ستان وتشد مع المدرب، والمدرب طيحوا في الارض وقال ليه خرج عليا من هنا راك ما صالح حتى لحاجه. هو خارج مع الباب جا واحد الشيباني وقف قدامه بكل ثقه وقال ليه انت ضعيف ولكن انا نقدر نحولك لوحش. ستان ضحك وقال ليه اش غادي تدربني؟ انت خاصك كرسي متحرك. ولكن الشيباني مطيح سنانو في لونطرينمون وضرب الحيط بيده هرسو. ستان بقى فمو محلول تصدم من الشيباني جابو معاه للدار وقال لمراتو هذا السيد غادي يعيش معنا 6 شهور. مراتو قالت ليه شنو غادي يعيش معنا في الدار وحده؟ واقيلا حماقيتي. المهم المدرب بدا التدريب، عصير خضر مقرف يجري مع الفجر كيضرب الشجر ينعس فوق المسامر، ومراتو ما تحملاتش وسافرت عند والديها. الشيباني قال ليه دابا التدريب الحقيقي غادي يبدا. ومن ذاك النهار وستان ولا بحال شي روبوت كيضرب بالحجر كيهرس الخشب بصبع واحد. السيد ما بقاش ساهل، وحتى المدرب بدا كيتفاجئ من مهارته وقال ليه في واحد النهار انت صافي راه كليتي ناضي. وباش يتاكد قال ليه دابا سير تحدى داك المدرب اللي طردك. وداك الشيء اللي كان ستان مشى لعنده والمدرب القديم جرب يضربه، ولكن ستان تلقى ليهم كاملين وضربوا ضربه واحده طيحوا على الارض. المدرب قال ليه برافو عليك ودابا وليت كنحترمك. ومن بعد بدات المرحله الجديده ديال السجن. دخل للسجن وهو مهدن ومثبت بحال اللي غادي يصيف. المساجين كيدخلوا كيوقفوا قدام رئيس السجن فرانسيس قال لهم عندي قانون واحد ما تقربوش مني ولا من الحراس والباقي ديروا اللي بغيتو. ستان مشى الزنزانه ديالو تما تلقى واحد الراجل كبير اسمه لاري. بداو جابوا في الكلام من بعد ولاو صحاب. اول نهار ليه في الساحه شاف اكبر مجرم واللي سميتو ريمون كيهجم على واحد السجين صغير. مشى لعندو ستان وقال ليه كنت حشمو بعد عليك السيد، حتى هاد ستان راه واخا قصيور ما كيتصرتش. السجناء كيشوفوا وكيقولوا هاد خينا كيقلب على خضر عشتو. ريمون تهور عليه ولكن ستان دار فيه تدريب 6 شهور في ليله واحده، هرس ليه يدو وضربو حتى طاح. ولات الساحه ساكته شي كيشوف شي. ترى هاد خونا كيطير. من بعد جا عنده رئيس السجن وقال ليه محتاجينك نقدروا نخدموك معانا، بغيت نحيد السجن ونبلي بلاصتو مشروع عقاري. دابا انت كنت خدام في العقار وغادي تعاونني. ستان قال فراسو هذا هو المجال اللي بغيت، وفعلا بدا كيعاون فرانسيس في المخطط. لكن في واحد النهار فرانسيس قال لي خاصنا نحركوا المشاكل، لجنه التفتيش غادي تجي وخاصهم يشوفوا العنف والصداع باش يسدوا السجن. وطلب من ستان يدير فوضى بين المساجين وقال لي الا درتها نخرجك من بعد عام. ستان قبل بالصفقه ولكن الضمير ديالو بدا يأنبو، خصوصا بعد ما المساجين ولاو يعيشوا في سلام وما بقاوش المشاكل ولاو كيسمعوا الموسيقى ويرقصوا في الساحه. جا نهار التفتيش وبدل ما يدير الفوضى قرر يحميهم. خرج الساحه وشاف الحراس كيبداو يضربوا الناس، وجا المساعد ديال فرانسيس هجم عليه. دارت بيناتهم معركه خرافيه، ولكن ستان تفكر في الكلام ديال المدرب ودار فيه التدريب كامل وضربو حتى طاح. قدام اللجنه المساجين شافوا الموسيقى خدامه وبدلوا الخطه على فرانسيس، بدلوا العنف بالفرحه والنشاط وبداو كيرقصوا ويغنيوا. اللجنه تفاجات وقالت هاد السجن ما فيه حتى عنف، الناس هنا بخير. فرانسيس تشدو ستان ولا بطل في السجن. من بعد خرج لقى مراته والبنت ديالو المدرب كيتسناوه، عنقهم وقال من اليوم ما غاديش نعيش على الكذب، غادي نبني حياتي بشرف ونعيش بخير. وحتى لهنا كتسالي القصه ديالنا. دوزوا بخير والسلام عليكم.